السلام عليكم، كيفكم متابعينا طيبين؟ اليوم بسوي معاكم كبسة حمراء بالروبيان، روبيان الفريش. دحين حطيت الزيت في القدر كهربائي، وأضيف عليه بصل وثوم. أقعد أقلب في البصل لغاية ما يشقر ويطلع ريحة الثوم. شقر البصل وطلعت ريحة الثوم وضفت عليه جزر. هنا أقلب المكونات مع بعض وضفت الروبيان. دحين أقعد أقلب لغاية ما يتغير لون الروبيان. ضفت عليها بهار الكبسة، ضفت عليها قرفة وقرنفل وهيل ورق غار، وضفت مرقة ماجي وملح. دحين أقلب المكونات مع بعض، وضفت كمان كركم، قليل من الكركم. دحين أقلب المكونات مع بعض، وضفت عليه طماطم وما يكون طماطم. دحين أقلب المكونات مع بعض، بعدين أتركه يتسبك وأضيف بعدين موية مغلية عليه. شوفوا يا متابعين، ضفت عليه موية مغلية. دحين أتركه لغاية الموية ما تغلي، بعدين أضيف عليه الرز، لأنه الجمبري ما يحتاج للسوا، كده خلاص مع التقليب مع البصل هذا استوى، فما يبغاله يعني كتير طبخ كتير. ضفت عليه فلفل، طبعا الفلفل اختياري على حسب الرغبة. شوفوا يا متابعين، خلاص ضفت عليه الرز. الحين أترك الرز يشرب. ما في أسهل من الطبخة هذه، ما في أسهل منها. أكلة سريعة وخفيفة ولذيذة في نفس الوقت. شوفوا متابعيني، بدأ يتشرب الرز، شوفوا ما شاء الله تبارك الله. دحين أوطي عليه النار. شوفوا كيف ما شاء الله تبارك الله، لسه ما تشرب الموية. شوفوا ما شاء الله كيف الشكل يجنن، كيف والريحة خيال. أتمنى أنكم تطبقوا الوصفة هذه. شوفوا يا حبايبي، خلاص استوى، طفيت عليه. أتمنى أنكم تطبقوا الوصفة هذه. إذا عجبتكم الوصفة لا تنسوني من الدعم واللايك، وبالعافية علينا.